صباح الخير من بارتي جنوب لبنان من منزل الممثل اللبناني جوليان فرحات. بونجور جوليان. هاي. جوليان ممثل لبناني من جنوب. عندك بحسابك الفني 3 مسلسلات، الحب الحقيقي جزئين وكراميل، وعندك 6 أفلام اللي اشتهرت بواحد منهم هلأ لوين. صح. اكيد في اكثر بكتير، بس كانت اعمال مستقله اندر جراوند. هول مش معروفين، يعني ما نزلوا على التي في، ما انشهروا. في عنا كمان الفيديو كليب مع مريم فارس. ايه هلا شفناك مسلسلات، شفناك فيلم، فيديو كليب ما عدنا شفناك، ممكن نرجع نشوفك فيديو كليبات ولا صعبة؟ مش غلط، انا بحب الفيديو كليبس صراحه. ما عندي شيء ضد، اذا كان فنان بحبه انا ويمكن غنية حبيتها، معقول ليش لا. ويمكن كمان انا اعمل غنية واكون اعمل لها فيديو كليب، بس غنية للتسلية اكيد، مش ليه ما بتتعمق فيها؟ مش مصلحتي، بس بحبها. اكيد في شغف، فبعمل شيء مشروع باشن، بس ما بدي فوت اكثر من هيك بهذا الدومين. طيب هلا فيلم هلأ لوين اشتهرت بدور ربيع، هي كانت يمكن اول تجربة اللي اشتهرت فيها. صح، اول تجربة شهرة. شو كانت تجربتك الاولى لإله؟ من ناحية الشهرة ولا كيف؟ من ناحية كل شيء، كشهرة، كتمثيل، سينما، شاشة كبيرة، ما كان هينة. طيب تنبلش أول شيء عمليا كعمل كشغل. هلا هي فكرة أنك بدك تاخد فيلم سينما كبيرة، بس تطبيقيا على الأرض كانت كتير هينة، كانت كتير حلوة، وكانت كتير سلسة. بالنهاية عم تشتغل مع كرو محترف عالمي، كل شيء جاهز، كله مزبط، كله مأمن، وأكيد راحة الممثل من الأولويات عندهم. فهيك كانت تجربتي الأولى بالدومين. أنا عرفت حمست كتير. بدومين التي في شوي أصعب على الممثل. ليه؟ لأنه مش من عطى قيمته، يعني بده ينعمل كل شيء على ظهره. في تقصير كتير، مش شوي يعني، عرفت. وهو الممثل بحد ذاته مساعد هذا التقصير. طيب هلا شخصية ربيع بتشبهك، أخذت شيء منها، ولا شخصية ربيع مثلناها وطلعنا منها؟ أنا كل الشخصيات تقريبا اللي لعبهم بيشبهوني، فيهم شيء مني يعني. ما أنت كممثل ما فيك ما تحط شيء من حالك، وإلا بيطلع فاضي الشخص، الكاركتر. ربيع مثلا بيشبهني بأنه ابن ضيعة، أنه البساطة اللي عنده إياها. أكيد أنا مني بس بسيط، عندي بساطة ربيع، بس عندي غير تعقيدات. فربيع عطيته البساطة اللي عندي إياها، سحبتها من حالي، عطيته البراءة اللي مني أنا، اللي هي موجودة فيه. بس أكيد أنا مني بس بريء، عرفت علي؟ فمن كل ميلة من شخصيتي بقدر أعطي للشخصيات اللي عم بلعبها. بس شخصية ركان مش أكتر ضيعة، مش أكتر أنت كنت فيها؟ لا، مش قصة أكتر ضيعة. ركان هو بيشبهنا من ناحية عدم الخبرة اجتماعيا. يعني هو إنسان عميق وكتير مفكر، وكتير بيشتغل من كل قلبه ومحب، بس مشكلته انه ما عنده الاكسبيرينس، سوشيال اكسبيرينس، التجربة الاجتماعية، مش مختلط بالناس كتير، فعنده هيدي البراءة وهيدي البساطة شوي. هلا كأول تجربة يمكن كانت الحب الحقيقي على التي في؟ لا، الكراميل كان قبل الحب الحقيقي، وكنت عامل انا شيء مع اي هو كان اهين شخصية، الحب الحقيقي ولا الدراما ولا الكوميدي؟ ما خاص. هلا الكوميدي اهين اكيد، انه عرفت اتفلوز. الدراما بدك تركب الكاركتر اكثر، بدك تكون كونسيستنت اكثر، متماسك اكثر. ما فيك بالكوميدي. انا شخصيا كنت مرتاح اكثر مع الحكي، مع النص، مع الحوار، مع عرفت. وكمان هلا ما فيني قارن، لانه دوري بكراميل كان كتير صغير. دوري بالحب الحقيقي كان هو حملك مسؤولية. فانه ما فيك تقارن، لانه هداك اكيد اصعب بكتير. عندك يعني هون بتجي بالنهار بتصور مشهد مشهدين، هونيك عم تصور 13 ل 20 مشهد بالنهار. جاب نسبة مشاهدة كتير عالية بالجزئين. هالشي خلى يزيد عليك مسؤولية، كرمال يمكن تعطي الدور أكتر، كرمال بصراحة يعني أنا ضغط. ما كتير كنت مهتم بهذا الموضوع، يعني قصة الريتنجز هذه خاصة بالإذاعة، أنا ما بتعني لي.
يعني ما بقيس العمل نجاحه من كثرة المشاهدة أو قلة المشاهدة، إذا كان شعبي أو لا، عرفت؟ فما أثر أبدا على نفسيتي من ناحية إذا بدي أعطي أكتر أو أقل. أكيد أعطيت أكتر لبعدين لأني تمكنت أكتر، بس مش لأنه نسبة المشاهدة كانت عالية. هلا رجعنا عملنا كراميل. كراميل كان اياد. كراميل قبل كان قبل كراميل كان اخذ دور اياد. صح. وصار في مؤخرا المشكله اللي شفناها على السوشيال ميديا صح بين ممثل ماجد بوغصن. هلا اول فيديو كان نزلته على السوشيال ميديا جاب كتير يعني مشاهده وكان كلهم داعمينك. صح. قلت كتير تصريحات في منهم يمكن مزبوطين يمكن كلهم مزبوطين. رجعنا تغيرنا. اجاك شي ضغوطات؟ لا مش ضغوطات، صلحة؟ ايه انا ما هذا كان بدي اياه من الاول، هذا اللي كنت عم بجرب اسعاله من الاول. هذا اللي جربت تعمله باول فيديو تجيب الصلحة منه لا الفيديو كان طالع من يأس، كنت عم جرب جيب الصلحة قبل الفيديو، كانت صرخة يأس. طب ما زال الفيديو جايب الصلحة، شو الطريقة اللي كان مفروض يعملها جوليان كرمال يقدر يوصل للصلحة؟ ليه ما زال اشتغلت مع ليك لأقول لك شو المشكلة صارت، انه نحن ما تواصلنا. يعني انت لما تكون حدا قال لك هيك وانت قلت له هيك ووصلت حكي، بيصير في مشاكل كتير كبيرة ويمكن القصة كتير صغيرة. عرفت علي؟ انا وصلني حكي كتير بشع وكتير مأذي وكتير مدمر، وانا بالنسبة لإلي مهنتي هي قبل كل شيء. طلع الحكي غلط؟ هلا بصراحه ما هذا شيء ما فيك تبرهنه اذا الحكي طلع صح او غلط، بس هي مجرد ما قالت لي انه الحكي غلط انا صدقت. اوكي هو قالت لك الحكي غلط، وانا مش هون القصه، مش قصه الحكي او مش الحكي، انا مشكلتي الحق علي من الاول، لانه انا على الحكي عملت رده فعل. رده الفعل هي اللي هي اللي خلت كل شيء يصير. رده فعلي انا كانت طالعه من جرح، من قهر. هي بالنسبه لها وصلت لها اتاك، وصل لها هجوم. وكأي شخص بيصل له هجوم بده يعمل الشيء الطبيعي انه يدافع عن حاله. مظبوط. هي وصل لها فويس، يعني بالنهايه هيدي مره محترمه، ما فيك تبعت لها فويس عم بتسبها. اكيد. عملت اللي الشيء الطبيعي اللي اي شخص معقول يعمله بهيك موقف. ومزبوط انه هلا انا اللي صار كتير مشكله عندي انه رحنا على المخفر وتبهدلنا وكل شيء. اوكي قصه المفروض تخلص هون. قصه المخفر مزبوط انه هي كانت مثل موصاية انه تنضرب. ليش لا؟ يعني انه انا كنت بعمل هيك، انه كلنا بنعمل في كثير، مش انه منا اول شخص انه معصبه مني مقهوره سبب لها انا جارح لكرامتها يعني. بس في شيء اسمه قانون يمكن حبس. عم تحكي قانون انت، بس انت عايش بلبنان حبيبي، وين مين قانون؟ ما في قانون. كل واحد عنده سلطه، عنده قدره، بيقدر يتحكم. كل واحد عنده ظهر خي مني وجر، بقول لك انت بتعرف حالك مع مين عم تحكي، انا كذا كذا. كل الناس خي مصدقه حالها بهالايام. اذا شخص محترم حاله انت غلطت معه ودافع عن حاله بهالطريقه، مش هون الغلط. انا كله هون ما عندي مشكله كان معه، نزلت على المخفر وطلعت من هونيك طالع انا عم بقول لك حني للقبعه يعني. بس انا مشكلتي صارت انه على اساس هون خلصت الخبريه. والتداعيات اللي صارت من وراء القصه انه انا كنت بعيد عن البيت، بيجي بلاقي بيتي مدمر، كلبتي ميته، اهل اثنيناتهم مريضين، امي مش صار لها شهر مش نايمه. مين اللي اجى على البيت؟ اجت دعوه على البيت، واهلي ما خبروني عنها، تعاملوا معها هن بالطريقه اللي هن بيعرفوا يتعاملوا معها، صاروا يسالوا كذا، لقوا انه ما في مجال غير انه هي تسقط الدعوه. هون انا جربت ابعث لها اتصل فيها بكذا طرق، انا ما عندي دايركت كونتاكت معها، وهيدي زادت المشكله اكثر. فهي ساعه يوصلني خبر انه بدها تسقط الدعوه، ساعة تانية لا ما بدها، ساعة تانية أسقطوها، ساعة ما بآخر شيء. عرفت؟ وصل العيد وأهلي قاعدين عم بتطلع، يعني خلص عزت علي الدنيا كتير. بفشة خلق طلعت عملت بوست كمان أبشع من كل البوستات اللي عملها قبل عن الفيلم تبعهم. فهيدا الشيء خلاهم يرفعوا دعوة تانية علي. وهلا أسقطوا الاثنين؟ اثنيناتهم دغري أسقطون. يعني عرفت إنه هي فيها كتير قلة بروفيشناليزم من كان الخبرية. كرمال هيك أنا كنت مستعد أسحب كل شيء، لو كان صح أو غلط، لو شو ما كان صار، لو كل هذا اللي صار هو نتيجة الشيء اللي هي عملته معي، أنا كل اللي بدي إياه بالنهاية يرجع السلام على بيته. لو العالم كلها بدها تقول شو ما بعرف شو كيف غير، آخر همي. أنا أصلا ما بشتغل كرمال. سمعت حكي؟ أنا ما سمعت، لأنه ما كنت فاتح دينتي لأسمع.
بس قدرت. وصلوا لك. ايه بس انه انا ما بلوم، ما بزعل، ما بلوم على حدا، يعني ما بلوم حدا. حتى في ناس عاملين فيديوهات مسخره انا اتصلت فيهم وهنيتهم لانه في اشياء مهضومه كانت. والله انا في فيديو عجبني ضحكني. عرفت انه خي ايه انه بالنهايه مين انا بتمسخر على حالي، انا بغلط، انا بعمل اشياء كبيره واشياء صغيره. هيدي كانت من الاشياء الصغيره اللي عملتها، اني اخذت عاطفه العالم، جيشتهم كلهم، ورجعت تخليت عن القصه كلها سوا. بس انا بالنهايه كل هدفي من الاول اني اشيل هالدعوه عني بس، لا هدفي هلا دمر رجعت الامور لمجاريها. بنشوفك بعمل معهم ولا لا؟ ما بعرف صراحه اذا هن بيعرضوا علي عمل وهالعمل انا بتفكر بلاقيه. بيك مرة قبل؟ لا لو شو ما كان. ابدا، لا انا ما عندي هيدي اللي انه غلط معي مره خلص ما بس ما انت عشت تجربة معهم. يا اخي واذا بس التجربه كان فيها كان فيها مش كثير. تجربة الدعاوى، تجربة شو؟ اللي كانت تصير على السات. اللي صار على السات يا خيي كمان هيدا في شبهات عليه. هلا هن بيقولوا انه ما صار هيك، انا بالنسبه لي اختبرت الشيء. هلا يمكن ما بعرف، يمكن هذا الشيء طبيعي، على كل سات موجود بيصير فيه هيك، بيصير فيه انه الممثل اللي بينكب بينترك 20 ساعه ما بعرف خي، يمكن انا لان ما عندي خبره، بس عم بشوف انه بكل التصويرات في هيك بيصير. مع مين انبسط بالتمثيل اكثر؟ ماجي ابو غصن، نادين لبكي، ولا باميلا الكيك؟ بعملها باميلا. اكيد. مين في تطمح لها تمثل مع ثنائي؟ اطمح لها يعني بتحب تمثل؟ صراحة ما أنا ما بعرف كافي حتى نجاوب على هذا السؤال. بس أنا في ليك أكترية الممثلات اللي بلبنان أنا بحترمهم، الفيميل شو بيقولوا النساء. لأنه ميلة النساء عنا شوي فيها متصلة بالفن أكتر، إن كان من أندري ناكوزي مثلا، لنغم أبو شديد اللي كانت معنا بالنهلة داوود. عندك ناس بيخوفوا قد ما حلو شغلهم. باميلا الكيك، حتى ماجي ابو غصن انا كتير بحب شغله، كتير بحترمه، كتير يعني لو ما هيك ما كنت اصلا انا اشتغلت معها من الاول. اكيد. في عندك سيرين عبد النور صار لها فتره مختفيه، انا كتير بحب اشتغل مع هيك حدا. نادين نجام، مي صياح، في ناتاشا شوفاني، ممثله منا كتير معروفه بس كتير قويه، كتير قديره. هلا شو اسمه، من هيك عم نقول انه في ممثلات قوايا سميتهم، مين بتحس انه يا ريت بزيح على جنب بيفتح فرصه لاشخاص عن جد؟ سوري انا ليك بفضل ما احكي هذا الشيء، لانه انا عاده بحكي بس مش محلي اقول مين انا لاقول مين محله هون او مش مين محله مش هو مش بالنهايه رأي هذا رايي، بس انه انا بصير هون نائد، بتبطل انا فنان. اذا بدي اخذ ميلة النائد بدي اكون ما برحم حدا. انا في كتير عندي مشاكل معهم شخصيا، انه ما بعتبرهم لهم علاقه بالفن، بعتبرهم دخله الاكتريه في كتير، وخصوصا بعالم الغنى عرفت. لانه صار انه انا عم بقول لك ما عندي مشكله مع شو بيقولوا مع السكس او مع التعري او مع خي، اذا هيك العالم بدها مش غلط، بس انه ليه بدنا نخلط اثنين ببعض؟ هو كمان انه الوصاية يا وصايت، يا لانه حلوه، يا لانه جذابه، يا لانه بده شيء منها او بده شيء منه، عرفت. ما هي المشكله، نحن عنا الشخص اللي عم نحط اللي بيكون فوق الزعيم، ان كان سياسيا او ان كان بالفن، المنتج، هيدا شخص غير كفؤ. يعني هيدا انسان طميع، هدفه بالحياه بس يجمع مصاري، وعم عم بيحتكر هيدا الدومين، عم بيستغل هيدا الدومين ليجمع ثروته. هذا شيء واضح. هلا اوقات بيطلع عمل منيح بيزقفوا له العالم، برافو والله انتجوا عمل حلو، بس مش هذا الهدف اساسي تبعهم، هدفهم يطلعوا هن مصاري. واكثر اهانه بكل هالخبريه انه هن سوري على الكلمه مستحمرين العالم. يعني انت لما تيجي تعمل انتاج سخيف فاضي، ما في كونتنت، ما في مضمون، عامله بس لتقص مصاري منه، يعني انت ما بتحترم الجمهور. لو حتى الجمهور عم يقبل وعم يحضر وعم بتكون الريتنجز فوق السطوح، مش معناتها انه انت اللي عم تعمله شيء صح. نحن عنا مشكلة كبيرة بهيدا المحل، وين انه ما في امانة بالفن. هلا بنشوفك متفاعل على السوشيال ميديا وعندك كاركتيرك الخاص. انت برأيك السوشيال ميديا ممكن تدمر حياته للممثل او للفنان؟
اذا هو حياته مبنيه بس على الشهره او على الصيت، ايه معقول. انا بالنسبه لي لا، ما فيها تدمرني ابدا. لو ما هيك ما كنت رجعت طلعت عملت الفيديو الثاني، لانه بقول لك يعني في عالم تمسخر عليك تبزي عليك، اخر همي انا. السوشيال ميديا بالنسبه لي هلا اذا كل الفولورز على السوشيال ميديا اختفوا ما بزعل، مش فرقانه معي. لو بقي شخص واحد عم بيحضرني على السوشيال ميديا بضل اعمل له بوستس لإله، واذا اختفى بطل هذا الشخص موجود انا ببطل على السوشيال ميديا، ما لنا مشكله يعني. عشت 3/4 حياتي بلا السوشيال ميديا، في كمل الباقي كمان، بس انه شيء موجود، اداه موجوده هيدي. بس انه مثلا تنروح شوي للممثلة نادين الراسي، عندها ابداعات بالتمثيل، عندها هي كممثلة رائعة. السوشيال ميديا مش السوشيال ميديا خربت لها حياتها، هي خربت حياتها. هي لانه فوتت السوشيال ميديا على حياتها. طيب يا خيي، بس ما انت لما تكون انسان صرت انا يعني كنت بفتره بحياتي ما كنت موزون، كنت اقول بليز ما حدا يخلي التليفون بايدي، لانه التليفون صار بايدي خطر. نحن بدنا ننتبه لهذا الشيء، انه مش كل حاله كل شيء نحسه. خي هيدي فنانه، نحن فنانين. انا بفهمها كثير لنادين الراسي، لانها انسانه مرهفه، واوقات بتعبر بطريقه غلط عن الشيء اللي عم بتحسه العالم تفهمه غلط. بس نحن بالنهايه عايشين بمجتمع كثير ظالم، بينترك على غلطه لحتى ينط عليك. انت اذا عن جد بدك تحكم على الشخص، بدك تحكم عليه على اعماله، على فنه، مش على حياته الشخصيه. حتى مع ماجي بنفس الشيء، ما لها حق. يعني العالم لما تقوم ضدها لهالانسان اللي شيء شخصي عملته بحياتها الشخصيه، انه بالنهايه انت بدك تقيسه على فنه. هذا الفنان بيقدم لك فن، اذا شغله حلو، شغله مش حلو ما تتابعه. بس ما فيك تيجي تقول انه سكرت او شربت او تعاطت او ما بعرف شو، انه هو اشياء شخصيه كلنا بنعيشهم، كلنا بيصيروا معنا، كلنا عندنا مومنتس جرصه. اوقات حدا بيصورنا، اوقات ما حدا بيصورنا، بتسائب، بس كلنا عندنا اياهم. هذا اللي عم بقوله، يعني انه ما انه شيء نحكم على انسان للموت فيه. انا اكيد انه نادين الراسي عندها كثير بعد اشياء تقدمها، ما عم بيفتحوا لها بقى مجال. ما مش ضروري حدا يفتح لها مجال، هي اذا بتشتغل على حالها بترجع، بس ما بدها شو القصه وقت، ما فيها هلا تصير. هلا لو كان بعده الخلاف مع ماجي ابو غصن كان ممكن، كيف بدي اقول لك يعني، تاثر على مسيرتك الفنيه؟ كان ممكن مثلا تحسها تشغل عالم مثلا ما تاخذ ادوار؟ بصراحه انا بالنسبه لي هذا كان اكثر شيء زعجني بالقصه، لانه انا من بعد الحب الحقيقي مثل كانه خلص وقف، خلص شيلوه من هون، ما عادش بدنا اياه. عرفت؟ انا عارف العالم بتحبني، العالم كثير ناطرتني، بضل يبعثوا لي يعني ما بتشوف كم قد ايه بيصل لي مساجات انه ناطرينك، بدنا نشوفك بشيء جديد. بتخصص وقت ايه انا اكيد، لانه انا ما بعتبرهم فانز، بعتبرهم اصحابي. يعني ما فيك تتجاهل انسان صديق مزبوط. لو بده يكونوا مليار. ف انا بالنسبه لي العالم ناطرتني باعمال جديده، بس الميله الانتاجيه بخافوا يشتغلوا مع حدا مثلي. ما بدهم فنان، هن بدهم موظف، بدهم واحد يجي على الوقت، يشتغل مزبوط، ما ينق، يقبض قليل ويروح على بيته، يشتغل 32 مسلسل بالجمعه بالشهر، بيطلع مصرياته بهالطريقه. هيك ما بيعرف، كل منتج بيجيب ممثل بيعطيه ابو $5000 على العمل، $7000، بيقول له روح عمول عمل بطوله فيه. هيدا عرفت؟ وعندك ممثلين عم بيقبلوا ماشي، يلا عم بطلع على التلفزيونات. طيب هلا في شيء جديد لإلك؟ في عم حضر. عندي الكبيرة ولا الصغيرة؟ عندي مسلسل عم بحضره. انا غرامي الشاشه الصغيره بصراحه، عم بيجيني اوفرات للسينما، بس مشكل يعني كثير عم بدقق بالاشياء السينما. تردد ولا خوف من الشاشه الكبيره؟ لا شو انا بدي خاف، بالعكس، بس انا الشاشه الصغيره بالنسبه لي هي بتفوت على بيوت الناس اكثر. عرفت؟ انا هيك بحس هذا محلي، فبفضل الشاشه الصغيره. عم بحضر هلا لمسلسل دور كثير قوي، بعتقد اذا انعمل هذا الشيء الشخصيه رح تكون كتير حلوه. وعم بحضر كمان لشيء مسرحي، مش اكثر من 8 عروض، يعني ما رح يكون سيزن. ممكن يكون المسلسل يفوت بسباق رمضان ولا لا؟ ما بتخيل، بس مو ممكن كتير انه يروح لنتفليكس. نحن لليوم خلصنا. شو بتحب تقول لكل اللي كانوا ناطرينك هالفترة ترجع تطلع لايف؟ بحب اقول لكل الناس، انا لكل العالم،
انه نرحم شوي، نرحم الناس الغلطانه، معلش كلنا بنغلط، وما نتطلع بقى بالبابليك فيجرز كانهم شيء آلهة، او بالنهايه هن بشر مثلهم مثلكم، ما فيكم تشوفون كشيء اعلى منكم، وبذات الوقت ما فيكم تحتقرون اذا وقعوا. هذا كل شيء اللي بقدر اقوله. انا بدي اقول لك ميرسي كثير لك واستضفتنا عندك. اهلا وسهلا، انا كثير انبسطت.